السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. فيديو جديد ونهار جديد وشهيوة جديدة. كما كتشوفوا وشهيوة مغربية، وكما كنعرفوا المغاربة معروفين بزاف 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 بالنوع ديال الطواجن، وكل منطقة ومعروفة بالطاجين ديالها. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طاجين سوشي على حقه وطريقه كيديروا السلوح. تحيه للسلوح فين ما كانوا، تحيه للناس ديال اكادير، الناس ديال امسكروط، الناس ديال التارودانت. تحيه لكم اخوتي من هذا الفيديو هذا. تحيه لخوتي المغاربه فين ما كانوا داخل المغرب وخارج المغرب. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم اخوتي ما تنسونيش من البارطاج ومن واحد لايك وكومونتير من طبيعه الحال اللي كانوا كيعجبكم الوصفات اللي كندير. دابا غادي ندوزو نيشان لطريقه التحضير. كما كتشوفوا عندنا اللحم ديال البقري، عندي البصله مطيشه، شويه ديال الزيت كنفزقو بالماء، والبرقوق بطبيعه الحال كنغسلو. وكما كنقول لكم ديما كل وحده كدير الكميه اللي كتكفيها ديال اللحم. طاجين نكهه خاصه في الطاجين، خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو وغادي تشوفوا هاد النكهه. كما قلت لكم نكهه خاصه وطاجين دغيا دغيا كيوجد. كما كتشوفوا الطاجين السوسي كنحضروه باللحم ديال النعزي. انا درتو باللحم ديال البقري، ولا ما عندكمش مثلا اللحم ديال النعزي ولا ديال هذا ديروا اللحم ديال البقري، ولا ديروا اللحم ديال، ولا ديروا الدجاج البلدي. هاد الثومه هادي وهذا الربيع مره اخرى ان شاء الله غادي نحضرها معكم. راس المعلقه ديال الثومه وراس المعلقه ديال القزبر، هذيك الصرموله. تندير راس المعلقه ديال الخرقوم، راس المعلقه ديال السكينزبير، راس المعلقه ديال البزار، قبيصه ديال الملحه. ما كنكثروش الملحه حيت عندنا داك الربيع فيه الملحه مع الثومه. غادي ندير شويه ديال زيت العود، غادي نزيد شويه ديال زيت هركان. كما كنقولوا طاجين السوسي كيبغي زيت هركان. الا ما عندكمش ماشي مشكل، ديروا غير زيت العود. راس المعلقه ديال القرفه. غادي نصرملو دوك اللحيمات ديالنا كما قلت لكم كل وحده كدير الكميه اللي كتكفاها مع وليداتها. صرمل دابا اللحم ديالنا، غادي نقطع هاد البصله. دابا غادي نزيد هاد البصله ديالنا مصلده كما كتشوفوا. صافي دابا غادي نساعل عليه البوطه. والبنات غادي ندير واحد الضامه ديال الزعفران في واحد الكاس تاع الماء، حيت الطاجين راه غندير غير داك الكاس تاع الماء اللي غندير راه كيطيب بلا ماء. البوطه نقصوها بالمهل كما كنقول لكم ديما. هاد الطاجين هذا داك الكاس تاع الماء هو اللي غندير معكم، حيت البصله كتطلق الماء وماطسه كتطلق الماء. الا عندكم زعفران ديروا شويه ديال الزعفران، ما عندكمش ديروا غير داك ضامه ديال الزعفران كما درت انا كنت زدتو من اكادير، ولكن والله ما لقيتو، ما عرفتش فين تلف ليا. صافي وانا ندير غير ديك الضامه ديال الزعفران. صافي دابا درت البصله ديالنا دوائر. درت ماطسه دوائر. بقى لي واحد نص كاس من ديك الضامه ديال الزعفران، داك نص كاس ديال الماء كنديرو فوق البصله مع مطيشه. كما كتشوفوا المطيشه تبارك الله طايبه وزوينه، خص ما تكونش حامضه باش ما يجيكمش الطاجين حامض. درت هذيك المطيشه ما نقول لكمش البنات مهبره تبارك الله وحلوه. درتها دوائر كما كتشوفوا. صافي دابا غسلت الزبيب ديالنا، ضروري داك الزبيب نكونوا فزقينو باش ما يتحرقش لينا في الطاجين. وكنغسل داك البرقوق. صافي كنديروا شويه ديال البرقوق شويه ديال الزبيب. والسر ديال هاد اللذه هذا في الطاجين غادي نزيد معكم شويه ديال زيت ارغان. كما قلت لكم اللي ما عندهاش دير غير شويه ديال زيت العود. غادي نزيد شويه ديال القرفه مدقوقه ولا مطحونه. ضروري هاد الطاجين ديالنا كيبغي القرفه البنات، ما كنكثروش بزاف، غير شويه ديال القرفه. غادي نزيد عود ديال القرفه. غادي نزيد واحد جوج معالق ديال العسل الحر. اللي عندها العسل الحر ديرو، اللي ما عندهاش دير غير معلقه ديال السنيده ولا السكر حبيبات. اللي ما كتعجبهاش الحلاوه ما ديرش كاع، ما دير لا سنيده لا عسل، حتى هو راه كيجي معلك وكيجي بنين. تخليه طبيعي بالحلاوه ديال البرقوق. طبيعه الحال مولين السكر ولا هذا ما يديروا لا عسل الا سكر. يخليو العسل، يخليو الزبيب طبيعي، وهذاك البرقوق طبيعي حتى هو راه كيجي معسل. وكما كتعرفوا البصله البيضاء كتكون حلوه. الطاجين ديالنا دخلوا الطياب، مره كنهجو شويه من داك الروا
وكنخويو فوق البرقوق مع داك الزبيب. ايوا الطاجين ديالنا تبارك الله هو قريب يطيب، ما بقى ليه والو، دابا خصو غير يتدغمر. تبارك الله اللحيمه طابت، البصله طابت. البنات البوطه تنقصوها بالمهل. طاجين السوشي على حقو طريقو البنات. تحيه لكم اخوتي، تحيه للناس ديال تارودان، الناس ديال امسكروط، الناس ديال اكادير، تحيه لكم من هذا الفيديو. تحيه لخوتي المغاربه فين ما كانوا داخل المغرب وخارج المغرب. دابا غادي نجيب معكم شويه ديال الزيتون. علاش كنخلي الزيتون حتى يطيب الطاجين؟ حيت ما كنديروش الزيتون في الاول. فاش كنديرو الزيتون في الاول كيتكمس لينا، وفاش كيطيب ما كيبقاش ديك، عاطي داك المنظر بحال دابا. من الزيتون حتى يطيب لينا الطاجين عاد كنديروه باش كيبقى لينا الزيتون ديالنا في اللون ديالو وما كيتكمس لينا. عرفتي فاش كنديروه في الاول داك الزيتون ديك الزيتونه كتلوى، كتكمس بحال حيت ما حق علينا نطيبوا الزيتون. وكما كتشوفوا ديك الدغميره تبارك الله الطاجين ديالنا كلشي باين لكم في الفيديو. تبارك الله جا معسل وجا بنين، واحد المذاق، مذاق خاص في الطاجين. كنتمنى تجربوه، جربوها البنات وردوا عليا. وكما كنقول لكم ديما التزيين كيبقى كل وحده وكتزين الطبق باش ما بغات. وكما كنعرفوا الطاجين ديال طاجين السوشي ضروري يكون فيه البيض مسلوق. سلقنا دوك البيضات، سلقت قليت معكم شويه ديال اللوز، ماشي كثير غير شويه، شويه من الحاجه. كما كنعرفوا ديما كنديروا الطاجين بالبرقوق، الطاجين بالبرقوق ديما كنديروا اللحم والبرقوق. هاد الطاجين هذا كيجي طاجين خاص وكيجي هماوي وكيجي ديال الضيافه. تحمروا وجوهكم مع ضيافكم. كاينه اللي غتقول لك كيفاش الزيتون والزبيب والبرقوق. اييه اختي جربيه وما غاديش تندمي عليه. غير جربيه وكتب لي في الكومونتيرات واش عجبك الطاجين ولا لا. طاجين لا يعلى عليه من المذاق، من السكل، من كلشي على المذاق. تيجي تبارك الله معسل. شوفوا تبارك الله كيفاش الدجاجه مدغمر، واحد اللذه فيها البنات. كلشي كيبان لكم في الفيديو. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ولا عجبكم اختي هذا الفيديو ما تنساونيش من لايك ومن ابوني. والله يرحم لكم الوالدين. ديروا لي البارطاج للقناه الفيديو بطبيعه الحال الا كانوا كيعجبوكم الوصفات اللي كندير اخوتي. كنشكركم المشاهدين والمشاهدات، كنشكركم مره اخرى على المتتبعين، على التعليق ديالكم الزوينين. كتعطونا من الوقت ديالكم وكتبعونا وكتكتبوا داك التعليق. شكرا بزاف بزاف بزاف. ولا كان عجبكم اختي ما تنسونيش واحد التعليق زوين. الله يعاونكم اختي.